شوف يا ابو سعد، مره رحت مكتبه الملك عليا في الاردن، والمكتبه هذه بس للقراءه فقط، ممنوع تصور، ممنوع تشتري كتاب او تستعيره، بس تقرا ساعه ساعتين ثلاثه وتقفل كتابك. فيها كاميرات وفيها مدري ايش. المهم اني طحت في كتاب اسمه ملك سليمان، طبعا او مملكه جن سليمان، عفوا جن سليمان عليه السلام. والله عجبني الكتاب، قلت خلني اقرا في الجن ذولا، يمكن الله اطلع شاعر. والله ما كذبت عليك، إن كاتبين في الكتاب إن المردة من الشياطين الغواصين والبنائين حقين سليمان عليه السلام، المردة منهم اللي يعصونه ويطفشونه وذا، يسجنهم ما بين الطائف إلى صنعاء. يعني ديرتنا كانت سجن للجن، وبقيت إلى ذا الحين للجن، للجن. وكتبوا في نفس الكتاب أن سليمان عليه السلام يوم تزوج بلقيس عاشت معه في فلسطين، فجوا اليمن عندها قالوا والديرة يا طويلة العمر، هي كانت ملكتهم، قالت أهي لكم، يعني أهي للجن. ففعلا ديرتنا ديرة جن. وفي الحج يوم يجي يرمون الشيطان ترى ياخذ فروخه ويطلع الطايف تحت العرعر ذاك وتحت الخشاع، عشان كذا يوم نطلع الطايف طفشانين نحن، اخلاقنا زي الزفت. ويوم نطلع الديره والله اني اطلع مع بعض اقاربي من هنا من مكه، لو وصلنا الديره نزعل ونحن هنا زمنا على عسل، لكن في الديره نسال الله الحمايه.